يوم جديد وفلوق جديد. اسعد الله مساءكم وصباحكم بكل خير يا جماعه، ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين، ربي يحفظكم يسعدكم دنيا واخره، قولوا امين. طيب يا حباب قلبي، وصل لي هالمنتج طلبته من نون، خلونا نفتح مع بعض. زي ما انتم شايفين طلبت ماكينه حلاقه، لانه والله حرفيا الحلاقه هنا في الامارات مره غاليه. المهم يا حبايب قلبي، الحين انا مره جيعان، فبنروح نطبخ اكل، فبنسوي لنا ان شاء الله كذا وجبات خفيفه حلوه وناكل، وبعدها ان شاء الله نشوف ايش الجدول. فيلا ليتس جو، يلا على المطبخ يا حبيبي. الصدق يا حبايب قلبي ماني عارف ايش راح اطبخ اليوم، لكن بسوي ميكس، في بيض وفي نقانق وفي اندومي، فالوضع شكله ميكس يا حبيبي. اليوم ناخذ الاندومي اول شيء، نفتح الثلاجة، قطع نقانق وشباتي وبيض، واليوم بنسوي سلطة، حبة خيار وحبة جزر. أول حاجة بنقطع الخيار والجزر. أنا بالنسبة لي يا حبايب قلبي أحب أطبخ، أحب أنظف البيت بنفسي، يعني كل شيء أسوي بنفسي، وكمان العزوبية لها دور، خلاص تتعود مع الوقت. كذا يكون قطعنا الخيار والجزر. الحين نقطع النقانق عشان نخلطه مع الاندومي. قلت لكم اليوم حسوي ميكس غريب. بعد ما خلصنا من تقطيع النقانق، الحين بنحطه على نار هاديه نخليه ينطبخ شوي. نكسر الاندومي. طيب الحين نشوف ايش وضع البيض. البيض نحطه هنا يا جماعه، هنا البيض وهنا السلطه وهذا النقانق وهنا الاندومي. الحين بنحط النقانق بنسخنه شوي، وهنا ينطبخ الاندومي، بعدين نحط النقانق مع الاندومي. الاندومي نعطيه كذا 5 دقائق، بعدين نحط النقانق مع الاندومي لما يذوب المويه. طبعا البيض بناكله مع الجبنه والشباتي اللي جبت لكم. النقانق تقريبا خلص. طبعا الحين يا حبايب قلبي نحط البيض. اليوم يا حبيبي قوة ميكس. اكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا قد سويتوا ميكس زي كذا، يا اخي الحياة حلوة، جرب. طيب نبدأ نجهز بهارات الاندومي عشان نحطه. والله انا جبت العيد، عوافي عوافي عوافي. نحط بهارات الاندومي. المعجون قاسي يا عيال. ونحط النقانق. طبعا البيض تقريبا خلص. طبعا هنا البيض زي ما انتم شايفين خلص، وهنا الاندومي. طبعا بنسخن الشباتي هنا. ترى الشباتي احلى شيء انه سريع، مره سريع، بس صراحه تبون الصدق والله مره جيعان يا عيال. وبكذا يكون عشان جاهز يا عيال، زي ما انتم شايفين، عشان الخفيف المتواضع. ويلا ليتس جو. واهم شيء عندي الايباد قبل الاكل عشان اقدر اتفرج. والله صراحه عشان اليوم يشهي يا عيال. حاول يبرمجها كذا برمجه معينه ويخلي تهلك جهد سواء ذهني او بدني، وتاخذ منك وقت كذا. القرن ال21 وللناس اللي بيشوفون هذا الفيديو بعد 100 سنه، قلبك كان يضخ الدم بشكل جدا. كتاب ودوبامين كافيين موجوده، يشرح لي الكتاب وانا قاعد. طيب يا حبايب قلبي كذا يكون خلصنا اكل، والحين بننظف الصحون. اي واحد عزوبي انصحك نصيحه، حاول انك تنظف الصحون اول ما تاكل، يعني كل ما طبخت نظف الصحون. تدرون ليش؟ عشان ما يتراكم عليك الاشياء وبعدين تتكاسل ما تبغى تنظف، فلما تيجي تدخل المطبخ مره ثانيه عشان تطبخ، لما تشوف الاشياء متراكمه، يا حبيبي خلاص خليني اطلب اونلاين ولا طلبات توصيل وبالعافيه. حبايب قلبي اللهم لك الحمد، خلصنا اسبوعين من يوم داومنا في المعهد، يعني داومنا في المعهد تقريبا 12 يوم، فبكره اخر يوم لي في هالفندق، وال15 يوم الجايه ان شاء الله حننقل الى سكن الطلاب. السكن هذا برضو سكن للطلاب بس نظام فندقي، يعني كل واحد غرفه الحال ودورات مياه انت بكرام الحال، ونظام فنادق زي ما انتم عارفين. لكن سكن الطلاب اللي ان شاء الله نروح له بكره سكن خاص بس للطلاب والطالبات، يعني عندك صاله مشتركه، عندك مطبخ مشترك، عندك مكان كذا للالعاب والترفيه، عندك جلسات كذا للروقان، للقهوه، للشاهي، انك تجلس تذاكر، وبرضه عندهم مطعم اتوقع يعني للعشاء والغداء والفطور. انا صراحه ما ادري كل التفاصيل، فان شاء الله بكره اذا نقلنا راح نعرف كل التفاصيل عن سكن الطلاب. بصراحه تجربتي انا في هالفندق كان مره جميل، المكان جدا نظيف، الفندق مره رايق، الفندق فيه كل الخدمات، النادي، المسبح، الجلسات، فحرفيا كانت تجربه جدا جميله وحلوه. ونشوف الاسبوعين الجايه كيف حيكون تجربتنا مع سكن الطلاب. فالحين بقوم اجهز الملابس في الشنط عشان بكره اول ما نقوم الصباح ونروح نداوم في المعهد، وبعد ما نخلص من المعهد نرجع ناخذ شنطتنا ونروح ان شاء الله لسكن الطلاب. فالحين بروح نجهز الشنط. طيب يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كذا يكون رتبنا الشنط، والحين بنروح ننام، فتصبحون على خير. I would sit at home, finding places I wouldn't go.
اسعد الله صباحكم بكل خير يا جماعه. طبعا يا حبايب قلبي اخر يوم فطور في هالمطبخ الجميل، يلا بنسوي لنا شيء خفيف. والله بصراحه يا جماعه الخير راح اشتاق لهالمكان. طبعا عندنا كروسان وعندنا وافل. هذا فطورنا الخفيف اليوم المتواضع. نحط امها بالميكروويف ونعطيه دقيقه ونص عشان يتسخن. يلا ليتس جو. الحين بقطع الموز وبحطه كذا على الجنب. بصراحة والله مرة زعلان اني راح اترك المكان هذا. احس المكان هذا يا جماعة الخير مرة كذا ارتحت فيه، صورنا فيه فلوقات مع بعض. يا الله. طيب نقول بسم الله. اليوم فطورنا بدون ايباد بدون اي شيء. طب الحين ان شاء الله بعد الفطور على طول بنلبس ونسوي تشيك اوت من الفندق ونروح المعهد ان شاء الله. والاغراض والعفش بحطها في الريسبشن في الاستقبال الين ما اخلص من الدوام وارجع اخذ الاغراض ونروح ان شاء الله للسكن الجديد. كذا يكون خلصنا فطور. حبايب قلبي اخذنا شاور على السريع وكذا يكون جاهزين. يلا نحط الاغراض اللابتوب والايباد في الشنطة ونقول وداعا لهالشقة الجميلة. كانت ايام حلوة انبسطنا واستمتعنا مع بعض، فيلا ليتس جو. طيب يا حبايب قلبي سوينا تشيك اوت من الفندق والحين متوجهين للمعهد ان شاء الله. الباص وصل. طيب يا حبايب قلبي وصلنا المعهد. تونا وصلنا المعهد. الكلاس حيبدأ بعد تقريبا نص ساعة. Good morning, teacher. Once you're in the country, it's easy. Because remember the guy from Korea? He said we're gonna do grammar. For example, when my grandfather, was a schoolboy, he blanked in a... Remember, when we're using used to, we're talking about past. Oh my god, it's so old. It's so old. 4, click on the arrow. Number 8. طيب يا حبايب قلبي الحين وقت البريك نص ساعة تقريبا، فقررت اني اتغدى. صراحة مرة جيعان، حتى الفطور اللي فطرته في الشقة كانت مرة خفيفة. درس اليوم كان ممل صراحة شوية بس حلو، استمتعنا. كان في تمارين يعني اغلبها اليوم تمارين لانه امس اخذ الدرس وانا ما حضرت المحاضرة اللي امس، كنت مشغول كذا شوي. فاليوم توهقت لكن الحمد لله الامور طيب. طبعا اليوم طلبت لي دجاج مع رز سادة، صراحة لذيذ الأكل. طيب يا حبايب قلبي تونا خلصنا من البريك، فرايحين الكلاس الحين. نخلص الكلاس وبعدها إن شاء الله نتوجه للشقة الفندق، ناخذ الأغراض ونروح السكن الجديد إن شاء الله. والله يوم متعب حيكون. Who used to be your hero when you were young? تونا خلصنا من الكلاس الثاني يا حبايب قلبي وراجعين للفندق، رايحين للباص. طبعا يا جماعة الخير وصلنا الفندق الحين، ناخذ الأغراض ونتوكل على الله. طيب يا حبايب قلبي جالسين نستنى التاكسي، حيجي بعدين نروح إن شاء الله. Thank you so much. طيب يا حبايب قلبي ركبنا التاكسي اللهم لك الحمد، فالحين متوجهين إن شاء الله للسكن الجديد. تقريبا اللي يطلع لي هنا 36 دقيقة، والله بعيد لكن الله يعين إن شاء الله. إذا بتسألوني ليش أنا تركت السكن الفندق ورايح سكن طلاب، حقول لكم عشان أبجرب، لأنه سكنت تقريبا هنا أسبوعين، حاب أجرب سكن الطلاب برضو، أبى أشوف كيف السكن هناك وإيش الفعاليات اللي هناك. السكن الفندقي أحس إنك ما تقدر تتعرف على الطلاب، يعني فهمتوا، كل واحد في غرفته ومشغول. السكن الطلاب أتوقع إنه في فرصة إنك تتعرف على الطلاب أكثر، تكون قريب منهم، فخلونا نجرب والحياة حلوة.
طيب يا حبايب قلبي كذا يكون وصلنا للسكن الجديد اللي هو سكن الطلاب. ان شاء الله بفلوق بكره راح اخذ لكم لفه في الشقه الجديده، وكمان بنروح نكتشف الاماكن الموجوده هنا. تقريبا راح اسكن هنا 15 الى 17 يوم اللي هو فتره الدراسه في المعهد. طيب يا حبايب قلبي كذا يكون وصلنا لنهايه الفلوق. اتمنى ان الفلوق ينال على اعجابكم. لا تنسون اهم شيء اللايك والاشتراك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان اول ما ننزل المقاطع الجديده يوصل لكم. والسؤال اليوم يقول اذا انت ما تعرف اللغه الانجليزيه ناوي تتعلم اللغه الانجليزيه ولا لا؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. كان معكم اخوكم الصغير عدنان انصاري. خليك مبتسم دائم ومبسوط ولا تخلي اي شيء يضايقك ابدا. نشوفكم ان شاء الله بفلوقات الجايه. سلام عليكم. سلام.